يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة دبابيس مشوية في الفرن بتتبيلة خطيرة، طعمها جبار، ريحتها رهيبة، لحمتها طرية جدا ودايبة، وتوابلها مظبوطة بالملي. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومع بعض خطوة بخطوة هنعمل أحلى صينية دبابيس في الفرن، ريحتها وطعمها ولا أروع. والتجهيز وصفتنا: لازم الأول ننضف الدبابيس كويس جدا، وفي طبق أنا مخصصاه لغسيل الفراخ فقط هنزل بمية جارية مع معلقتين كبار من الخل الأبيض، معلقة كبيرة من ملح الطعام، وأقلب كويس جدا لحد ما الملح يدوب. هنزل فيهم بكمية الدبابيس اللي موجودة عندي، هغطسهم كويس جدا واسيبهم منقوعين مش أقل من ربع ساعة. وبعد ربع ساعة هشطفهم كويس جدا وطلعهم في مصفى يصفوا المية اللي فيهم. هركن الدبابيس على جنب تصفي ميتها. في الوقت ده هغسل الطبق كويس جدا وابدأ اجهز محلول النقع. والتجهيز محلول النقع هحتاج 3 لتر مية، هضيف لهم نص كوباية من الملح مع نص كوباية من السكر، وهو ده الأساس لمحلول النقع. واختياري ضيفي بعض المنكهات زي عود قرفة، 3 ورقات لورا، 3 فصوص حبهان مفتوحين، 4 مسمار قرنفل، 2 ليمونة مغسولين متقطعين شرايح. هقلب كويس جدا لحد ما ادوب الملح والسكر. ولأن حجم الدبابيس مش كبير هسيبها في محلول النقع من 3 ل 4 ساعات، مش أكتر من كده خالص. لو أكتر من كده هتملح منك. هنزل بالدبابيس كلها في محلول النقع وغطسها كويس جدا. هغطي الطبق بالاسترتش واحطه في التلاجة من 3 ل 4 ساعات، ولو الدبابيس حجمها أصغر من كده ساعتين كفاية جدا عليها. سبتهم في محلول النقع 3 ساعات، هشطفهم كويس جدا واحطهم في مصفى يصفوا ميتهم. هسيب الدبابيس على جنب تصفي ميتها براحتها وابدأ اجهز التتبيلة. وللتتبيلة هحتاج بصلاية كبيرة، فلفلاية رومي متنضفة، 2 طماطماية متوسطة الحجم، ليمونة متوسطة، قرن فلفل حامي، فصين توم كبار، وفرع من النعناع الفريش. ولو مش متوفر عندك نعناع فريش يبقى معلقة صغيرة مليانة من النعناع المجفف. هقطع الخضار قطع صغيرة واعصر الليمونة. وتوابلنا عبارة عن معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهارات فراخ، نص معلقة صغيرة فلفل اسود ناعم، نص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة، نص معلقة صغيرة سماق وده هيدي مزازة للتتبيلة تحفة، ربع معلقة صغيرة بصل بودر، ربع معلقة صغيرة توم بودر، ربع معلقة صغيرة قرفة. هنزل بالخضار المتقطع في الكبة عشان انعمه كويس، والافضل والاحسن تحطيه في الخلاط هينعمهولك كويس جدا. هضيف معلقة صغيرة من الملح عشان تساعد البصل والخضار ان هو يتفرم ناعم جدا. وعود النعناع بنعمه بالسكينة كويس جدا قبل ما احطه مع الخضار عشان اتأكد انه يتفرم كويس جدا مع كل الخضروات. ضربتهم اكتر من مرة عشان الخضار ينعم خالص. هفتح الكبة وبالمعلقة هنزل الخضار اللي على الجوانب. هضيف عصير الليمونة، كوباية صغيرة من الزبادي، اي نوع زبادي، النوع اللي انتي بتستخدميه حطيه. والزبادي بيدي طراوة للدبابيس ويخلي لحمتها دايبة. هنزل بكل التوابل اللي جهزناها مع بعض وارجع اضربهم مع بعض كويس عشان كل المكونات تمتزج مع بعض. هضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان مع ربع كوباية من زيت الزيتون. لو مش متوفر عندك زيت زيتون هتضيفي ربع كوباية من أي زيت نباتي واضربهم مع بعض كويس. التتبيلة دي خطيرة وانتي بتشتغلي فيها هتشمي ريحة النعناع، ريحة التوابل كلها. التتبيلة دي مش تنفع بس للدبابيس، ممكن تعمليها للأجنحة، ممكن تعمليها لفرخة كاملة وتشويها، ريحتها تحفة.
على طرف المعلقة هدوق التتبيلة واتأكد ان ملحها مظبوط، توابلها ولا غلطة. وبالنسبة للملح اللي ضفته عبارة عن 2 معلقة صغيرة من الملح، معلقة منهم كانت مع الخضار عشان يتفرم كويس، والمعلقة التانية كانت مع التوابل. هنزل بالتتبيلة اللي جهزتها في بولة نظيفة. وعشان أوفر على نفسي في غسيل المواعين، رصيت الدبابيس في الصينية اللي هدخلها الفرن. بالسكينة هعمل فتحات في الدبابيس عشان التتبيلة توصل لكل جزئية من الدبابيس، خصوصا ان الدبابيس اللي انا مستخدماها حجمها كبير شوية. هقلبها على الناحية التانية وبرضو هعمل فيها نفس القصة. بالسكينة هعمل فيها فتحات عشان اتأكد من وصول التتبيلة لكل جزئية. هجهز الكمية كلها بنفس الطريقة. هنزل بنص كمية التتبيلة على وش الدبابيس من فوق، وابدأ ان انا ادعكها كويس جدا بالتتبيلة. هقلب الدبابيس على الوش التاني واضيف بقية التتبيلة وادعكها كويس جدا، واتأكد من وصول التتبيلة لكل جزئية من الدبابيس. بعد ما تبلتي الدبابيس كويس جدا، تقدري تضيفي معلقة كبيرة من الزبدة توزعيها على وش الدبابيس. وتقدري برضو ما تضيفيش اي مادة دهنية، تعتمدي على الدسم اللي هينزل من الدبابيس وإضافة المادة الدهنية على حسب الرغبة. أنا ما ضفتش أي مادة دهنية ولا حتى بطنت الصينية، والدبابيس طلعت تحفة. هغطي الصينية وبيت الدبابيس في التتبيلة لتاني يوم. لو مستعجلة تقدري تسيبيها في التتبيلة 4 ساعات وبعد كده تدخليها الفرن، بس لما بتبات في التتبيلة بيبقى شكل تاني، حبك انت. هسخن الفرن كويس جدا وادخل الصينية على درجة حرارة 200، رف أوسط، النار شغالة من تحت بس، لمدة ساعة. وفي نص الوقت ممكن تطلعيها، تتأكدي إن مفيش أي دبوس فيهم لزق في الصينية، بس بتهزيها هزة خفيفة كده. ولو الفرن مش هيديكي لون الشوي الجميل، هنشغل الشواية من 7 ل9 دقايق، وعينك عليها، يعني إيه، ما تسيبيهاش مع نفسها كده عشان ما تتلساش منك. قدميها مع رز أبيض، تتبيلة خطيرة ريحتها جبارة، النعناع نقلها في حتة تانية خالص من الكوكب. ولادك هيحبوها جدا، جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.